تصريح مثير من النجم المصري محمد صلاح بعد خروج المنتخب المغربي من كأس العالم 2026 يلفت انتباه الجماهير العربية ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قبل أن نبدأ، إن كنت من عشاق المنتخب المغربي فاكتب في التعليقات: المغرب هو الأقوى. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أيام من خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم، ظهر قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح في مقابلة إعلامية تحدث خلالها عن أسود الأطلس وعن المشوار الذي قدمه في البطولة. وقال محمد صلاح: بصراحة شعرت بالحزن عندما شاهدت خروج المنتخب المغربي من البطولة، لأنني كنت أؤمن بقدرته على الذهاب بعيدا. هذا المنتخب يمتلك لاعبين رائعين وشخصية قوية جعلته يحظى باحترام العالم كله. وأضاف: ما قدمه المغرب خلال السنوات الأخيرة أمر يدعو للفخر لكل العرب والأفارقة. لقد أثبت أن العمل الجاد والتخطيط السليم قادران على صناعة منتخب ينافس أقوى المنتخبات العالمية. وتابع قائلا: كنت أتابع مباريات المغرب باهتمام كبير، وكنت منبهرا بالروح القتالية التي يظهرها اللاعبون في كل مواجهة. حتى في المباريات الصعبة كانوا يقاتلون حتى آخر دقيقة. وخلال حوار سأله أحد الصحفيين عن سبب دعمه المستمر للمنتخب المغربي، فأجاب: لأن المغرب يمثل صورة مشرفة للكرة القدم العربية. عندما يحقق منتخبا عربيا نجاحا كبيرا فإن ذلك يسعد كل الجماهير العربية دون استثناء. وأضاف: الخسارة أمام فرنسا لا تعني نهاية هذا الجيل، بالعكس أرى أن هذه التجربة ستجعل اللاعبين أكثر قوة وخبرة، وستمنحهم دافعا أكبر لتحقيق إنجازات جديدة في المستقبل. وأردف قائلا: الجماهير المغربية يجب أن تكون فخورة بلاعبيها. ليس من السهل الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم، والمغرب أثبت مرة أخرى أنه قادر على مقارعة كبار المنتخبات. ثم تحدث عن بعض النجوم المنتخب المغربي قائلا: أشرف حكيمي من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، وياسين بونو حارس عالمي. وهناك العديد من المواهب التي تجعل مستقبل الكرة المغربية مشرقا للغاية. وأضاف: أكثر شيء يعجبني في المنتخب المغربي هو العقلية. اللاعبون يدخلون كل مباراة بثقة كبيرة واحترام للمنافس دون خوف، وهذه العقلية هي التي تصنع فارقا بين المنتخبات العادية والمنتخبات الكبيرة. وتابع: أنا مقتنع بأن المغرب سيعود بقوة في البطولات المقبلة. ما يحدث اليوم قد يكون مؤلما لكنه جزءا من رحلة النجاح. المنتخبات العظيمة تبني أمجادها من خلال التجارب الصعبة. وقال أيضا: عندما أنظر إلى الجماهير المغربية أرى شغفا استثنائيا بكرة القدم. هذا الدعم الجماهيري الهائل يمنح اللاعبين طاقة كبيرة ويساعدهم على تحقيق نتائج مميزة. وأضاف: رسالتي إلى الجماهير المغربية هي استمرار في دعم المنتخب وعدم التوقف عند نتيجة واحدة. كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ومن يواصل العمل والإيمان بمشروعه يصل في النهاية إلى أهدافه. ثم فاجأ الحاضرين بقوله: أنا مؤمن بأن المنتخب المغربي قادر مستقبلا على منافسة على أكبر الألقاب العالمية. الإمكانيات موجودة، واللاعبون يملكون الجودة، والجماهير تمنح دعما لا يصدق. وتابع قائلا: المغرب أصبح اسما كبيرا في كرة القدم العالمية. اليوم الجميع يتحدث عن المنتخب المغربي باحترام، وهذا بحد ذاته إنجاز مهم يجب الحفاظ عليه والبناء عليه. واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: أتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في الاستحقاقات القادمة. لدي ثقة كبيرة بأن هذا المنتخب سيعود أقوى وسيمنح الجماهير الكثير من اللحظات السعيدة في المستقبل. وبعد هذه التصريحات تفاعل عدد كبير من الجماهير العربية والمغربية مع كلمات محمد صلاح التي أشادت بما قدمه أسود الأطلس، وأكدت مكانتهم بين كبار
المنتخبات العالم. والآن أخبرونا في التعليقات ما رأيكم في تصريحات محمد صلاح، وهل تتوقعون أن يعود المنتخب المغربي بقوة أكبر في البطولات القادمة؟ وهل المنتخب المغربي قادر على تحقيق كأس العالم سنة 2030 الذي ستنظم في المغرب؟ أغلب عشاق كرة القدم وأساطير كرة القدم العالمية يتوقعون أن المغرب قادر على الفوز بكأس العالم سنة 2030، لأن جميع الإمكانيات متوفرة لدى المنتخب المغربي من حيث جودة اللاعب والبنية التحتية. إذا هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ليصلكم كل جديد متعلق بأخبار كرة القدم العالمية. إلى اللقاء. Free audio post production by alphonic.com.